مش محجبة وبتربي ولادهم على حفظ القرآن الكريم وما بتظهرش معاه في أي مناسبة فنية لسبب غريب، واللي عملته معاه في أزمته الأخيرة محدش يتوقعه. متدينة زيه بالظبط، أمة راجل واقفة في ظهره وبتغير عليه من الهوا الطاير، وخطفت قلبه من أول نظرة شافها فيها، وملهاش في الشهرة والأضواء. الكلام المرة دي عن مرات الفنان محمد سلام. يا ترى إيه أسرار حياتها؟ تفتكروا إيه علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم؟ ليه ما بتحبوهوش يتكلم عنها؟ تفاصيل كتير هتعرفوها معايا لأول مرة في الفيديو ده، بس أهم حاجة خليكم متابعين للآخر. مرات الفنان محمد سلام، ودي بقى لما تعرف قصتها تقول سبحان الله، ما جمع إلا ما وفق. أصلها تحسوها متربية معاه في بيت واحد من كتر ما هم شبه بعض في كل حاجة. هي البنت الوحيدة اللي خطفت قلبه من أول نظرة شافها فيها، وقال هي دي اللي هتقف جنبي وتربي ولادي، وفعلا كان معاه حق. من يوم ما اتجوزته وهي واقفة في ظهره، يعني رغم إنهم لما اتجوزوا كان لسه ممثل في بداية مشواره الفني، يعني الحياة ما كانتش أحسن حاجة معاهم، بس هي قالت له ولا يهمك، هنستحمل مع بعض بكل حاجة لحد ما تكون نجم وليك اسمك. وفعلا فضلت واقفه في ظهره لحد ما بقى الفنان محمد سلام. والحقيقه ان شهرته وحالته الماديه اللي بقت فوق قوي ما اثرتش فيها خالص، يعني لا قالت عايزه اتشهر زيك ولا اظهر على السوشيال ميديا والناس تعرفني، ولا حتى قالت له عايزه امثل. لا، كل اللي يهمها في الحياه توفر له بيت هادي علشان يقدر يذاكر ادواره الفنيه، وكمان تربي ولادهم. وما اقولكوش على تربيتها، تخيلوا انها بتربيهم على حفظ القران الكريم وطاعه الله. والحقيقه محدش يعرف محمد سلام معاه كام عيل، لانه ما بيتكلمش عن حياته الشخصيه خالص. حتى هي شخصيا مستحيل يتكلم عنها او يجيب سيرتها بالحلو او الوحش في لقاء تلفزيوني، لدرجه انه بيوصل المذيع اللي هيظهر معاه ما يكلموش عن حياته الشخصيه. واكيد مراته حابه حاجه زي كده، لان شايفه جوزها بيحافظ عليها من كلام السوشيال ميديا. مرات محمد سلام مش محجبه، وكانت في فرحهم بشعرها، بس مش عارفين بقى دلوقتي اتحجبت ولا لا، خاصه انها متدينه جدا زيه وما بتعملش اي حاجه تزعل ربنا، ودايما توصي جوزها محمد سلام ما يعملش اي حاجه حرام. هي كمان زيها زي اي ست بتغير على جوزها، بس الغيره بحدود. وبرضه محمد سلام ما بيعملش اي تصرف مع المعجبات يخليها تتضايق، ودايما تعامله بيكون في حدود. بس خليني اقول لكم ان الفنانه الوحيده اللي ما بتغيرش منها على جوزها هي الفنانه دنيا سمير غانم. بتحبها جدا وبتفرح كل ما تلاقي جوزها تعاقد على عمل فني معاها، اصلها عارفه انها بنت اصول ومتربيه. اما بقى عن سبب عدم ظهورها معاه في اي مناسبه فنيه، فده علشان تحافظ على خصوصيتها وخصوصيه جوزها، وكمان تعيش حياتها براحتها من غير ما حد يضايقها في الشارع، لمجرد انها مرات محمد سلام الفنان. وطبعا سلام فرحان جدا بقرارها، لانه كمان بيحب الخصوصيه. ويا سلام على اللي عملته معاه في ازمته الاخيره، حقيقي كانت ونعمه الزوجه، وقفت معاه ودعمته نفسيا، وحتى لما قعد فتره من غير شغل ما حسستهوش باي حاجه خالص، وكانت بتتعامل على ان مفيش حاجه ناقصه في بيتهم. فتفتكروا ممكن ترجع عن قرارها وتظهر معاه على السوشيال ميديا او في التلفزيون؟ شاركونا برايكم في التعليقات.